طبعًا ده بيبقى كويس يعني لو أنت لسه في بداية حياتك وما عندكش مسؤوليات أو كده، ده بيبقى كويس. لكن لو أنت مثلًا خلاص بقى اتجوزت وبقى عندك مسؤوليات وكده، حاول إنك تعمل ده، إنك زي ما إحنا قُلنا قبل كده، إنك تحاول إنك تدكِّن مهارة على جنب، وتحاول يبقى ليك أول عميل. يعني أنت مثلًا لو شغلك مثلًا كام ساعة، 8 ساعات في اليوم أو كده، طيب حاول مثلًا تخلّي مثلًا يوم الأجازة بتاعك، دي مثلًا حاجة عملية أهي، حاول تخلّي يوم الأجازة بتاعك ما يبقاش الجمعة والسبت، يبقى مثلًا يوم الأجازة بتاعك يبقى يوم الأحد، يوم بتبقى تفتح فيه شركات، بحيث إنك إيه، تاخد المهارة اللي عندك بعد ما أنت فنّطت مهاراتك وتحاول تعرضها على شركات تانية. فاهم قصدي؟ فده هيفرق معاك جدًا. التجربة نفسها ممتعة، إنك تكلم صحاب شركات وتكون عارف ده وعارف ده وعارف ده، وتحاول تجيب لنفسك عميل وتحاول تقنع الناس الخدمة حتى مهما كانت بسيطة اللي أنت تقدمها، طبعًا بعد ما تستهدف السوق اللي هو بيبقى محتاج الخدمة اللي أنت بتقدمها دي. فال ال ال الم المشوار ده نفسه إنك تحاول تروح حد وتقنعه وتتكلم معاه وتتعرف عليه، ديّة هي أمتع حاجة في الرحلة. فحاول تستمتع بالرحلة آآ اللي أنت بتاخدها، دوّة فعلًا اللي هيخلّيك يعني إيه، متميّز، إنّك بتستمتع باللي أنت بتعمله.